بعد ما طلعت وهي بتاكل الكرشه نيه، وبعدها طلعت بتعيط في لايف على التيك توك هي وعيالها بسبب جوزها واللي عمله معاها وعايز يطردها من الشقه. يا ترى ايه اللي حصل مع نعمه ام ابراهيم؟ وهل فعلا جوزها اتجوز عليها بعد فيديو الكرشه؟ وليه عايز الشقه وبيطردها منها؟ كواليس كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. طالعه بتعيط ومش عارفه تتصرف ولا تعمل ايه، وجوزها عايز يطردها هي وعيالها عشان يقعد فيها هي وضرتها، وابنها حاول يمنعه والموضوع قلب لازمه كبيره بينهم. كلامنا هنا عن نعمه ام ابراهيم بعد ما طلعت بفيديو عن الكرشه اللي بتاكلها نيه، وفيديوهاتها اللي بقت بتجيب ملايين المشاهدات. طلعت في لايف بتعيط وبتشتكي من عمايل جوزها بعد اختراعاتها وبعد اللي بتعمله في البيت من اكل سمك ني، وحتى ابو قردان عملت عليه رز وشوربه وجوزها سابها ومشي، وطلعت وهي زعلانه وبتفضفض مع الجمهور. يا ترى ايه اللي حصل؟ جوزها ضحك عليها واخد ذهبها وفلوس المشروع اللي كانت ناويه تعمله، وحتى الدكان اللي كان بيطلع منه مصدر ليها رزق ولعيالها راح في غمضه عين بسبب ومن غير سبب. ومش بس كده، ده سابها واتجوز عليها واحده تانيه ونسي عياله وما بيصرفش عليهم وهي الاب والام، وعلشان كده طلعت وبتعيط هي وابنها الكبير بعد اللي حصل مع ابوه. ساب لهم البيت ومشي، ونعمه ام ابراهيم عاشت على الحلوه والمره وسلمت امرها لله، وطلعت على التيك توك والسوشيال ميديا والموضوع جاب معاه لحد ما جه وطلب الشقه، وده لان مراته الجديده حامل وعايز البيت، وزي ما هم قاعدين فيه يجيب مراته وتقعد معاهم لان ابنه اللي في بطنها ليه حق في البيت زيه. ولما ما وافقتش عجن ابنها الكبير وعايز يطردهم من البيت، بس هي ما وافقتش ورفضت تسيب البيت، وطلعت بتشتكي لمتابعينها وانها مش عارفه تعمل حاجه، والموضوع كبر بينهم لدرجه انها فكرت تحبسه او تعمل اي حاجه بحيث تضمن حقها، فراحت لمحامي عشان ترفع قضيه في محكمه الاسره، واللي اتفاجئت انه طالما مش شغال في شركه وليه راتب شهري مش هتعرف تاخده منه جنيه، فحست انها هتدخل في دوامه ملهاش اول من اخر. وناس كتير انتقدوا طريقتها واللي ما تعاطفش معاها اي حد في حوار جوزها، وانه معاه حق يسيب البيت بعد اللي بتعمله في وصفاتها واكلاتها مع عيالها، وفي اللي دعمها وقال لها ما تزعليش ولا تزعلي نفسك، وان كل حاجه هتتحل، وان الشقه من حقك طالما حاضنه، وهتاخدي كله بالقانون والقانون في صفك وهينصرك. فقررت تستسلم للامر الواقع وتعيش هي عشان تربي عيالها، والظهر لعب معاها على السوشيال ميديا وبقت بتحقق ملايين المشاهدات، وبقت كمان تعمل اعلانات وبتطلع لايفات، لدرجه انها دخلت في لايف مع مداهم هي وعيالها ومع ام عمر، وقال لها ما تزعليش نفسك وربي عيالك، وانها زي القمر والف من يتمناها، ودخلت جوله واكتسحت كل اللي موجودين ونزل عليها هدايا وفلوس. وللي ما يعرفش نعمه او ام ابراهيم، اول ما ظهرت كانت بتظهر من غير وشها خالص، وبتعتمد على المصفى عشان تداري فيها وشها، وكانت بتعمل الاكل على الارض وبتغسل السمك في الغساله، وبتاكل السمك ني في ني. والغريبه انها من كام يوم ظهرت على البيج بتاعتها وهي بتاكل كرشه نيه، لدرجه الناس كانوا فاكرينها بتنضفها او اللي قدامها بهارات واعشاب، ما توقعوش خالص انها كرشه زي ما هي ما اتنضفتش. وعلى الرغم من كل ده الفيديو معدي ملايين المشاهدات. يا ترى تفتكر نعمه هتسيب الشقه لجوزها ولا هتعمل ايه؟ شاركونا في التعليقات.